فتة رولات اللحم من الفتات الفخمة اللي بتزين سفرتكم ورح تسرق أنظار الموجودين إلها. زاكي كتير، طعمها أكتر منه مميز، وطريقة عملها كتير بسيطة وسهلة. أول إشي بالخلاط رح أحط حبة كبيرة من البندورة، حبة متوسطة من البصل، وشوية عندي من البقدونس. رح نطحنهم عنا كتير منيح لنحصل على هالخليط. حنضيفه على نص كيلو عنا من اللحم المفروم، معلقة كبيرة من صلصة البندورة، ومعلقة كبيرة من دبس الفلافلة أو دبس رمان، وتشكيلة عنا من البهارات. رح نعجنهم مع بعض كتير منيح زي ما إحنا شايفين ليصيروا عنا مثل هيك. بعدين عنا حنجيب خبزة تورتيلا، حنفرد طبقة من اللحم. أنا ما عملت تخميلة عشان أضمن إنها هي تستوي معنا. وبعدين حنبلش عنا نلفها رول بهالشكل، ونحاول نقطعها لقطع متساوية لنحصل عنا على هذا الشكل. بعدين ثبتها بعود أسنان لحتى أضمن إني أحمرها من كل الجهات. رح نعمل عنا صوص اللبن، بنحتاج زبادي، توم مهروس، طحينة، ملح، وفلفل أسود. بنخلطهم شوي وبعدين بنضيف عليهم ليمون بهالشكل. وبعدين عندي بصحن التقديم رح أبلش أفرد، أحط عندي طبقة من صوص الزبادي اللي إحنا عملناه، وبعدين بنبلش نحط عنا الرولات اللي إحنا عملناها، وبنزينها طبعا حسب الرغبة. زينا باللوز والبقدونس والرمان، وصحتين.